مشاهدينا الكرام، مساء الخير ومرحبا بكم في برنامج عندي ما أقولك. هذا نموذج من الواقع باش تشاهدوه الليلة. تابعونا جيدا. الليلة في برنامج عندي ما أقولك باش نتعرفوا على حكاية شاب عندنا قداش من سنة من عمره يرشد في دار الشباب، تخللها صغير وكبر فيها وكبرت أحلامه معه. تصور كيما الشباب الكل انه باش يلقى برشا حوايج باهية تملالو وقته وتلبيلو حاجاته. حصيرو ليلة باش نحكيو على حكاية تهم الشباب الكل، حكاية حساسة برشا، حكاية مربوطة بالماضي بالحاضر والمستقبل متاع شباب بلادنا. في هذا السياق باش نستقبلوا بعضنا ضياء. مرحبا بك سي ضياء. سلامة سي علاء. انت الليلة شكون مستدعي في برنامج عندي ما أقولك؟ أنا مستدعي دار الشباب. دار الشباب؟ انت شتعني لك دار الشباب؟ وكيفاش بدات حكايتك معها؟ دار الشباب تعني لي برشا حوايج، بريسك تنجم تقول الجانب المضيء الجانب المظلم، ما نعرفش، ثم برشا حوايج مش مفهومة. وحكايتي معناها بدات عندها تو 17 سنة. دار الشباب كي دارنا، نمشي ننشط باللي يكتب من ربي. باللي يكتب من ربي؟ اش معناها؟ معناها بالامكانيات الموجودة. الحقيقة تعبين ياسر. يا سيدي ما غير ما نطول عليك، فريق عندي ما أقولك اتمكن من انه يجيب لك الليلة دار الشباب. خلينا نستقبلوها مباشرة. مرحبا بك، تفضل اقعد. عالسلامة. ما شوف معي على الشاشة شكون صنعك الليلة؟ شكون هذا؟ عرفتوشي؟ هذايا ضياء، شاب ينشط عندي. اي يا سيدي، وجبناها لك دار الشباب، شو تحب تقول لها؟ والله أنا جبتك لهنا نحب نعرف أنت علاش عملت معايا هكا. أنا ما عملت لك شيء، تي بالعكس أنا وفرت لك فضاء باش تنشط فيه، وفي بالي ما عملتش معاك الخايب، معناها حميتك من الانحراف وأطرتك. بالله باش تعايرني على 2 متر تراب متاع التران والكونيكسيون اللي ديما مقصوصة يا أخي. برا شوف المؤسسات الخاصة تجهيزات الكلها جديدة، يا عندهم كل شيء، ترانات غازوني، تران تينيس، تران باسكيت. يا احنا تمرمدنا وتعذبنا وانتي تعرف الشيء هذايا، تعبتونا. يزي الوقتاش باش نقعدوا محرومين. انا جيت باش نتكلم باسمي وباسم الشباب الكل، نحبوا نتحرروا. يزي ما فرضت علينا وتحكمت فينا، نحبك تعطينا حريتنا وتوفر لنا كل شيء، نحبوك تخلينا نطوروا ونحققوا اللي حلمنا بيه، طموحاتنا تولي واقع مش تقعد تجيس افكار في الهواء. إيه الله غالب ولدي، كنت مغلوبة على أمري، سيسوني وهمشوني، أما اليوم إن شاء الله تحل قيود وبحلينها تحلوا جناحاتكم ونتعاونوا باش نصلحوا اللي فات. باهي من قبيله يتكلم وقال لك اللي في قلب الكل، توا تجي تقف بحذاه. الليلة كان يفتح هذا الستار باش نلزم ضياء وللشباب اللي كيفوا انك توفر لهم كل شيء، وسيرتو تفسح لهم المجال انهم يحققوا احلامهم. سؤالي ليك، يفتح هذا الستار نعم ام لا؟